على طول كسلانة وبعد الفطار بتحطي دماغك على المخدة ما تقدريش تشيليها، حتى مواعين الفطار بتبقى تقيلة على قلبك وما انتش قادرة تعمليها. هقولك في الفيديو دوت ازاي تتنشطي وتخلصي كل اللي وراكي، ومش بس كده ده انت كمان هتعملي لهم حاجة حلوة، مش هتشتري حلويات تاني من بره. انا اسمي هاجر وديت قناتي، لو اول مرة بتشوفيها اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبدئيا كده يا بنات عشان نبقى متفقين ان الجسم قبل الفطار بيبقى نشط جدا، فالحاجات اللي تقدري تعمليها قبل الفطار ما تتأخريش واعمليها، لان بعد الفطار الجسم بيكسل وبيبقى تقيل وبيتقل. فالشغل بعد الفطار يبقى يدوبك من مواعين، بس بعد الفطار تعملي حاجة حلوة، لكن الترويق او اي حاجة انت هتعمليها تتعمل قبل الفطار. زي ما انتم شايفين كده مسكت اوضه الليفينج، ظبطت المخدات، رصيتهم مكانهم، وطبعا لعب الولاد كانت على الارض لمتهم. وهنا بقى المفرش كان العيال جايبين صواريخ وطبعا بهدلت المفرش، فزي ما انتم شايفين عامله بقعه اهي على الترابيزه، فاشيل المفرش اغسله، وكمان هجيب المفرش بتاع السفره افرشه هنا. الكلام ده كله يحصل قبل الفطار. اي ترويق اي تلميع انت عايزه تعمليها قبل الفطار على طول الوايبس تبقى جنبك. اي بقعه العيال يشخبطوا على الحيطه، حد يلحوس الحيطه الركنه الترابيزه، على طول لمعي بالوايبس. دوت هيسهل عليكي كتير جدا، واصلا طول ما البيت ما هيبقى شكله مرتب ورايق البقعه تتشال اول باول، ده هيفرق جدا في نفسيتك. وعايزه اقولك على حاجه بقى، الوقت اللي تحسي نفسك كسلانه ومش قادره تعملي حاجه وخلاص جسمك تقل ومفيش اي طاقه عندك، قولي الدعاء دوت وهتتشجعي وتقومي تخلصي كل اللي وراكي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو تقدري تقولي دعاء دوت مع أذكار الصباح 10 مرات الصبح، وتقوليه مع أذكار المساء 10 مرات بالليل، والوقت اللي تحسي فيه بكسل أو إن انتي مش قادرة تشتغلي قوليه مرة واحدة بس، هتتنشطي وهتتشجعي وهتخلصي كل اللي وراكي. وخليكي فاهمة ومتأكدة إن حاجتك محدش هيعملها غيرك، فما تركميش الشغل على نفسك، يعني أول بأول. انا كهاجر لو الشغل اتكتل عليا ما بحبش اشتغل وبتعب وبزهق، انا احب اعمل الحاجات ايه الخفيفه اللطيفه السريعه زي ما انتم شايفين معايا كده في الروتينات. لكن لو حاجه هتاخد وقت او رقمت حاجه عليا طبعا بستعين بصديق، وساعتها بيبقوا اخواتي لازم يجوا يساعدوني. احنا هنا هنحضر مع بعض الكنافة الفور سيزون او القطقوطة، مع اختلاف بقى المسميات الجديدة اللي هي الطلعة الجديدة دي، مش عارفة هيسموا الكنافة ايه تاني. هي في الاول وفي الاخر كل الافتكاسات دي بتبقى كنافة. المهم يعني أنا كان عندي كنافة متفرزة، فركتها كده زي ما انتم شايفين، ولما اتفركت كويس معايا ممكن تستخدموا الكبة، بس مش مستاهلة يعني بتتفرك على طول. حطيت عليها معلقتين سكر وحطيت عليها الزبدة وحمرتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهنا بقى كنت بشرب شوية عناب كده عشان يروقوا دمي. يعني حاولوا برضو حتى لو انتوا بتشتغلوا ما تتخلوش ابدا عن الدرينك بتاعكم، سواء بقى كوباية ليمون كده تروق دمكم، كوباية نسكافيه تركزوا، قهوة بلبن، اي حاجة تخليكم تركزوا وتتنشطوا. الكركديه انا بحبه جدا جدا جدا، ده غير ان هو بقى يعني بصوا مشروب رمضاني اصلا. المهم جبت الطبق اللي هو المتقسم لأربعة، لو الطبق مش موجود عندك اي صينية بايركس ازاز هيبقى شكلها حلو جدا، وتقدري ان انتي تقسميها 4 اطعام، 2 3 زي ما تحبي، عادي خالص مفيش اي مشكلة. هحكي لكم سريعا بس انا بعمل ايه عشان نرجع لكلامنا تاني. انا بحط طبقات من الكنافة، طبقات من الكريمة، وهكذا لحد ما الطبق ما يخلص معايا. عايزه اقول لكم بقى ان انا اول ما بقوم من النوم ببتدي اشوف مثلا في غسيل هيتنشر، غسيل هيتلم، هيتطبق، اخد جولة سريعة كده في الشقة، ارجع كل حاجة مكانها، وبعد كده بدخل المطبخ على الساعة 3:30 او 4، وببتدي احضر الفطار. وانا بحضر الفطار اي مواعين او اي معلقة انا استخدمتها لازم تتغسل. انا بقعد افطر المطبخ بيبقى بصوا هادي ورايق كده ونظيف، وكل حاجة فيه تمام متشطبة. الخمس ست سبع تمن اطباق اللي احنا بناكل فيهم والكام كوباية وانا بغسل ايدي بغسلهم. وساعات بروح اصلي المغرب وارتاح شوية واقف اغسلهم واحضر لهم حاجة حلوة بقى، سواء قطايف او كنافة، او لو عندي شغل اعمله. انتوا عارفين طبعا ان انا شغالة برضو في الحلويات، فبحاول ان انا اعمل المواعين
على طول، ما سيبهاش للسحور، عشان لو اترقمت وبقت عدد كبير من الاطباق هتترقم علينا طبعا، وهتاخد وقت اكتر ومجهود اكتر، وهيبقى الموضوع متعب. مواعين قبل الفطار تتعمل، بتاعه الفطار تتعمل، بتاعه السحور ممكن نسيبها لتاني يوم واحنا بنحضر الفطار نعملهم، بيبقوا طبقين، قدرتي تعمليهم اعمليهم. هنا بقى عايزه اقولكم اني كنت بشكل الكنافه، عملت مانجا وبلح ولوتس والنوتيلا، الاربع اطعام بجد. بصوا حاجه كده تحفه تحفه تحفه. وكمان الفراوله بيبقى حلو جدا، بس احنا كنا حابينه النهارده بالاطعام ديت. فيا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وعايزاكم تجربوا الوصفه دي بجد حلوه. لو هتشتروها من بره مش هتدفعوا فيها اقل من 250 جنيه، بجد طعمها تحفه تحفه تحفه. وزي ما قلت لكم اتنشطوا، ما تنسوش الدعاء اللي انا قلت لكم عليه. وقت ما تحسي بكسل او تحسي ان انتي ما عندكيش عزيمه ان انتي تقومي تشتغلي، قولي الدعاء دوت، هيفرق جدا معاكي. انا مفيش مره قلت فيها الدعاء دوت الا ولقيت نفسي عندي كميه نشاط وكميه طاقه ايجابيه، بقوم اشتغل على طول. كمان واظبوا على الاذكار. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني في فيديو تاني جديد.